تيمقاد المعروفة تاريخيا تموقادي هي مدينة أثرية رومانية تقع في ولاية بتنة شرق الجزائر على بعد حوالي 32 كيلومترا من عاصمة الولاية. تأسست سنة 100 ميلادي في عهد الإمبراطور الروماني تراجان، وكانت في بدايتها مستعمرة عسكرية تهدف إلى تعزيز السيطرة الرومانية في المنطقة، ثم تحولت لاحقا إلى مركز حضاري مزدهر. الموقع والتخطيط العمراني: تقع تيمقاد على ارتفاع 1070 مترا فوق مستوى سطح البحر في منطقة جبلية تابعة لجبال الأوراس. تتميز المدينة بتخطيطها العمراني الفريد، حيث صممت على شكل شبكة شطرنج تتقاطع فيها الشوارع الرئيسية مع الشوارع الفرعية بزوايا قائمة، مما يعكس الدقة الهندسية في التخطيط الروماني. يعتبر هذا التصميم مثالا نادرا للمدن الرومانية المحفوظة بشكل جيد في إفريقيا. المعالم البارزة: قوس تراجان يقع عند المدخل الغربي للمدينة، ويبلغ ارتفاعه حوالي 12 مترا. بني تكريما للإمبراطور تراجان، ويعتبر من أبرز المعالم الأثرية في تيمقاد. المسرح الروماني يتسع لحوالي 3500 متفرج، ولا يزال في حالة جيدة تسمح بإقامة العروض والمناسبات الثقافية حتى اليوم. المنتدى: الفورم كان المركز الإداري والديني للمدينة، محاطا بمبان حكومية ومعابد. المكتبة العامة تعد من أكبر المكتبات الرومانية في إفريقيا، وكانت تحتوي على العديد من المخطوطات والكتب القيمة. الحمامات العامة تعكس التطور الحضاري والاهتمام بالصحة العامة في المجتمع الروماني. التاريخ اللاحق: بعد قرون من الازدهار، تعرضت تيمقاد لهجمات متتالية من الوندال والبيزنطيين، مما أدى إلى تراجعها وانحسار دورها. مع مرور الزمن، دفنت المدينة تحت الرمال وبقيت مخفية لأكثر من 1000 عام حتى اكتشفت.